السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني كتير، يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. نزلت كده اجيب شوية حاجات قبل العيد، حاجات بسيطة كده، ولسه يعني في حاجات تانية هجيبها ناقصاني، فقلت اجيب حاجتي عشان ايه، زي ما انتم عارفين الناس بتقفل وكده. يعني بقى اول حاجة كده جبناها القوطة عاملة 6.5. جبتها ايه يعني فيها ناشف كتير عشان ايه تقعد معايا ايه للعيد كده وبعد العيد. جبت 4 كيلو ونص، وانا اصلا عندي قوطه في التلاجة، بس كان ايه عندي قليل اهو. ماشي. وكمان جبت البطاطس دي، انا حطيتها على طول في الطبق اول ما جيت اهو. البطاطس دي عامله 5 جنيه، طبعا تحمير جميل، انا كنت مجرباها اهو. 5 جنيه. ماشي، جايبه 5 كيلو. ماشي. وكمان بقى جبت الفلفل اللي هو الحراق ده، بس اللي هو مش بيبقى حراق قوي ده. بصوا اهو، بصوا اهو. جبت الكيلو عامل 15 جنيه. ماشي. جبت نص كيلو، بس نص كيلو ليا انا وامي يعني. وكمان جبت خيار، هو الخيار كان رخص ورجع غلي تاني. بصوا، ده عامل 12 جنيه. في ناس بقى هتلاقوها بتبيع اللي هو الخيار الصغير شويه ده ب16. فانا لقيت واحد كده بيبيع فاكهه وخيار، فجبت منه. بصوا، حاطط كبير على صغير، قال لي ب12 جنيه، مرضيش ادوني ب10. جبت برضو ايه كيلو ب12 جنيه. وكمان بقى جبنا الترمس، انا جبت على قدي، جبت كيلو الترمس. ده اللي هو المستورد، هو بيتباع ب40 جنيه طبعا. ف لقيت العلاف عندنا حط عليه 38 جنيه، يعني ناقص 2 جنيه يعني سعره مختلف عن بره ب2 جنيه بس مش اكتر. 38 جنيه ب38 38 الكيلو. ماشي. وكمان بقى جبت ايه، جبت خل. ده خل كان عامل عليه عرض التلاتة اهم، 3 ازايز. جبت انا ليا انا وامي، جبت 3 ازايز اهم. بصوا، 3 ازايز اهم. جبت 3 ازايز دول عاملين 7.5. ماشي. وكنت محتاجة شطة، كنت محتاجة الشطة، مكانش عندي شطة برضو، قلت اجيبها عشان برضو العطارين هيأجزوا. جبت ربع كيلو، الربع كيلو عامل 15 جنيه. ربع كيلو شطة عامل 15 جنيه، وريحتها شديدة جدا. ماشي. وجبنا ايه تاني؟ جبنا فلفل اسمر اهو، اللي هو الحصى. انا بحب اطحنه في البيت عشان بيبقى ريحته ايه، بتبقى حلوه فريش كده صبحه. داني التمن ب20، هو قال لي الكيلو ب160 باين، ب160. واداني التمن ب20 جنيه، ده التمن كيلو. وكمان جبت علبه مرق دجاج اللي هي دي، استنوا. جبت علبه مرق دجاج اهي، دي عامله 9 جنيه. دي عامله 9 جنيه اهي. طبعا بقى انا من عشاق البخور، فاللي هو بخور المدينة ده جميل جدا اهو. اذا كانت العلبة اللي هي السودا بتاعته او الرمادي بيبقى ريحته خفيفة شوية. قال لي العلبة فيها 10 عيدان، عاملة 20 جنيه، بس انا قلت له لا هاخدها ب18، خدتها ب18، يعني ساب لي ايه عود زيادة يعني كده، في عود مش محسوب سعره. وكمان بقى جبت مخلل برضو. الترشي جبت بصل ده جبت ب5 بصل. عايزه اقول لكم الترشي ان انا الراجل اللي بجيب منه ترشي جميل جدا يعني، طعمه روعه. وجبت كمان ب5 اللي هو بيبقى مشكل اهو، لو بقى فلفل على خيار على جزر على كل حاجه. ماشي. كمان بقى وانا جايه كده خلاص، وانا جايه بقى من السوق، قلت ايه اجيب حاجه العيد اللي هي الملبسات دي. هو انا جايبه كميات قليله الصراحه، بس دي مش ليا لوحدي، كمان ده ليا انا ومامتي. ماشي. اول حاجه نبدا بيها، جبت الشوكولاته اللي هي البسكوت دي، طبعا كنا عارفينها اهي. بصوا باشكالها والوانها. ده قال لنا الكيلو بقى، الكيلو عامل منها 120 جنيه، اللي هي بسكوت الشوكولاته دي. طبعا غلي جدا، سعرها غلي جدا، بس اللي هي دي كوفرتينا اهي.
مش عارفه واضحه معاكم ولا لا. ماشي، دي بقت عامله 120 جنيه، والارواح ده كان عامل 65 جنيه. هو مش ارواح، هو حاجه كده زي الجيلي اهو. بصوا طري باطعمه بقى زي ما انتم شايفين كده ايه مختلفه. بصوا بصوا برضو جبت ايه نص كيلو. ماشي، طبعا ده ليا انا ومامتي، احنا مش جايبين حاجات كتير الصراحه لان الاسعار غاليه قوي. وده برضو عامل 67 جنيه الكيلو. جبت برضو جبنا نص كيلو برضو ليا انا ومامتي، يعني نص كيلو ده هقسمه انا وهي. بصوا ما شاء الله جميل بأطعمة مختلفة زي ما انتم شايفين كده. وكمان بقى جبت اللي هو التوفي ده برضو اكيد كلنا عارفينه اهو. بصوا اهو ما شاء الله. بصوا اهو، في وسط الارواح كده في ايه ملبس. ده ارواح بس بالشوكولاته، قال لي ده بالشوكولاته. تعالوا نشوف واحده مع بعض. بصوا هنشوف اهو، بص عامل ازاي بالشوكولاته. قال لي ده جميل جدا، فانا خدت ايه منه. هو مخلوط مع ده. بصوا ده ب 76 جنيه الكيلو. 76 جنيه الكيلو. ماشي، وكمان بقى جبنا الشوكولاته دي. بصوا انا اوريها لكم. استنى اهي الشوكولاته دي اهي. دي كانت عامله 130 جنيه الكيلو. جبنا ربع، ما جبناش الصراحه منها كتير اهو. وكمان جبنا ارواح ده. هو ده كده زي ده. بصوا بس ده بأطعمة مختلفة، فمش في وسطه زي ده. يعني ده كده بالنعناع. ده 8 كيلو، جبنا 8 كيلو. ده كان برضو الكيلو عامل 65 جنيه. اقولك بقى انا على حاجة، انت ممكن تنزلي رمسيس تجيبي الحاجات دي من تحت اقل من اللي احنا جايبينها. يعني دي انا جايباها من جنب البيت، يعني انا جايبه الحاجات دي من جنب البيت وسعرها الصراحه غالي. ممكن بقى تنزلي رمسيس، الاسعار هناك بتبقى احسن من كده بكتير. بس انا الصراحه ما عرفتش ان انا انزل اجيب الحاجه دي من تحت، ما عرفتش خالص ان انا انزل. بصوا جبنا فول سوداني الكيلو عامل 75 جنيه. بس كده احنا ما جبناش الا الحاجات البسيطه دي كده زي ما انتم شايفين اهو، مع الخضار طبعا اللي انا صورته لكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.